يا مساء الفل يا صديقي. بص، في قانون في الحياة بيقول إن الحلو ما بيكملش، بس في ريال مدريد القانون بيقول الحلو ساعات بيمشي قبل ما يبدأ أصلاً. النهاردة الخبر مش إشاعة، الخبر رسمي زي البدلة اللي بيلبسها فلورنتينو بيريز وهو بيخطط يسيطر على العالم. كيليان إمبابي، الفتى المدلل صاحب أحلام البرنابيو واللاعب اللي الجمهور استناه أكتر ما استنى نتيجة الثانوية العامة، خلاص القصة انتهت قبل ما نكتب الفصل الأخير. ليه؟ وإزاي؟ ومين اللي بوظ الطبخة في آخر لحظة؟ تعال أحكي لك. بص يا سيدي، عشان نفهم إزاي وصلنا للنهاية الحزينة دي لازم نرجع بالزمن شوية. ريال مدريد ومبابي دي قصة حب توكسيك أكتر من علاقات المراهقين. بيريز كان شايف في مبابي هو الجلاكتيكوس الجديد، الحتة اللي ناقصة في التاج الملكي، والجمهور كان راسم أحلام إن مبابي وفينيسيوس ورودريجو هيعملوا تريو يرعب أوروبا كلها. بس فجأة وبدون مقدمات السحر انقلب على الساحر. المصادر بتقول إن الموضوع ما كانش مجرد فلوس، لا يا حبيبي، الفلوس عند بيريز زي الرز. القصة دخلت في نفق الأنا والصدام الفني. تخيل كده إنك جايب أحسن شيف في العالم عشان يعمل لك بيتزا، بس هو صمم يحط عليها أناناس وإنت ما بتطقش الأناناس. مبابي كان عايز صلاحيات تتخطى كونه لاعب كرة قدم، هو عايز يتدخل في الصفقات، عايز يختار المدرب، وعايز يكون هو نجم الشباك الوحد. وهنا خبط في الحيطة اللي اسمها هيبة ريال مدريد. النادي الملكي طول عمره أكبر من أي لاعب، حتى لو كان اللاعب ده بيجري بسرعة الضوء. وزي ما المحرر اللي جوايا بيقول لي ركز في التفاصيل الصغيرة، خليني أقول لك إن أوضة اللبس في الريال بدأت تشم خبر إن وجود مبابي ممكن يبوظ التناغم اللي موجود. فينيسيوس محد وضعه، وجود بيلينغهام مأمن نص الملعب، فجأة يدخل عليهم واحد عايز ياخد الأضواء كلها. اللعيبة بدأت تقلق، والمدرب كارلو أنشيلوتي اللي هو ملك الهدوء في العالم بدأ يحس إن المركب ممكن تغرق بالحمولة الزايدة دي. الخروج ده مش مجرد صفقة باظت، ده زلزال قوته 9 ريختر في سوق الانتقالات. باريس سان جيرمان دلوقتي بيضحك في الذرة، والأندية الإنجليزية بدأت تجهز شوالات الفلوس عشان تخطف الفتى الفرنسي. الريال دلوقتي واقف قدام المراية بيسأل نفسه، هل فعلا كنا محتاجينه ولا كنا بنجري ورا وهم؟ عارف التشبيه ده؟ امبابي في ريال مدريد كان زي النيتروجين السائل، لو استخدمته صح هيعمل لك عرض مبهر، ولو ضغطت عليه زيادة هيفجر المكان كله. وبيريز قرر إنه مش هيخاطر بإن البرنابيو يطير في الجو. في النهاية يا صديقي الكرة دايرة، والريال ما بيقفش على حد. مشي رونالدو وجابوا الأبطال، مشي بنزيما وفضلوا يكسبوا. امبابي لاعب أسطوري مفيش شك، بس القميص الأبيض تقيل ومحتاج حد يشيله مش حد يتشرط عليه. السؤال بقى ليك انت، هل شايف إن بيريز صح لما قفل الباب في وش مبابي، ولا الريال خسر فرصة إنه يسيطر على أوروبا لل10 سنين الجاية؟ هستنى رأيك في الكومنتات، ونشوفكم الحلقة الجاية في حكاية جديدة من حكايات الساحرة المستديرة اللي ما بتخلصش. سلام.